كلنا عارفين انه من بعد ما تشد الياس المالكي في الحبس كان خصهم يلقاو واحد الشخص اخر اللي يمثل داك الفريق ديال كينغز ليغ ورافقهم. وهذا الشخص كان هو اليوتيوبر فاروق لايف، واحد من احسن واشهر اليوتيوبرز في المغرب، الا ما قلناش بلي هو احسن واحد فيهم، بالفيديوهات الواعره اللي كيدير لي كلها مونتاج وكاليتي ومواضيع مهمه عباره على اخبار الى اخره. المهم فاروق تختار من طرف الياس والاخ ديالو حمزه باش يرافق داك الفريق، وبالفعل مشى معاهم، ولكن مورا الماتش ديال امريكا بالضبط اللاعبين كانوا فرحانين وكيتصوروا مع بعضياتهم، وفاروق حتى هو كان فرحان معاهم وكان هاز التليفون وكيصور فيهم. ولكن واحد من الناس اللي كانوا تما كان داير فيديو، وملي دور الكاميرا غادي يبان فاروق في واحد اللقطه، وداك الفيديو سيدي انتصر واحد الانتصار اللي ما يمكنش انستغرام فيسبوك تيك توك وحتى واتساب تقدر تلقاهم كيهضروا عليه تما. المهم فين ما مشيتي غادي تلقاه، وكلشي كان كيتنمر على فاروق بواحد الهضره اللي خايبه وحرام اصلا تقال وكتجرح ديال بصح بلا ما يراعيو لا ليه ولا المشاعر ديال عائلته. وحنا كاملين عارفين انه فاروق يوتيوبر واعر، ما كيسب حد، ما كيضرب حتى واحد، وكلشي عنده ناضي الا حاجه وحده اللي كانت خارجه على الشخصيه ديالو في اليوتيوب واللي كانت كتخلي بزاف ديال الناس ما يبغيوش، واللي هي الاشهارات ديال القمر. ولكن فاروق خرج بفيديو جديد وخطوه جديده وقال باللي غادي يحبس جميع الاشهارات ديال القمر، وعمره بقى غادي يديرها من جميع الحسابات ديالو. وحتى بالنسبه للسمنه ديالو حط بوست في انستغرام وحط حتى فيديو في يوتيوب، وقال بلي هو واعي بالشكل والحاله والسمنه ديالو، وكان ناوي انه يصور واحد الوثائقي باش يقاد الفورمه ديالو ويحطوا للشباب باش يموتيفيهم. ولكن للاسف هادشي جا مع الكينغز ليغ ومع الدعوه ديال الياس المالكي وتخربق عليه البروغرام، وهادشي علاش ما كملش داكشي اللي كان باغي يدير ومشى للكينغز ليغ. وكيف ما قلت فاروق حط فيديو في يوتيوب اللي دوا فيه على هادشي كامل، لا بالنسبه للسمنه ديالو ولا بالنسبه للاشارات ديال القمر ولا بالنسبه للحاله ديالو. وهادشي اللي سمعتي في هذا الفيديو كان خلاصه لهداك الفيديو ولكاع داكشي اللي كيدور في السوشيال ميديا. وبغيت نقول لكم بلي كاع دوك الناس اللي تنمروا عليه ممكن يصيفطوا من الحبس في اي لحظه وفي اي وقت بغا، حيت راه كاين فصل في القانون اللي كيعاقب على التشهير وانك تضحك على شي واحد وتنمر عليه بتصاور او لا فيديوهات ديالو. وفاروق الا بغى يصيفط اي واحد من هذوك اللي ضحكوا عليه وداروا عليه فيديوهات ممكن يصيفطوا ولا ياخذ عليه غرامه ماليه كبيره. واصلا وغير من جهه الله وحنا كمسلمين راه حرام انك تنمر على شي واحد وتضحك عليه بشي عيب اللي فيه، والله سبحانه وتعالى هو اللي عطاه ليه وماشي هو اللي خلق راسو عليه. فاروق قال بلي ملي كان هو صغير عنده شي مرض ولا شي حاجه اللي كتخليه يبقى يزيد في الوزن بواحد الطريقه مهوينه، وهادشي علاش ما كيقدرش انه ينقص داك الوزن بواحد الطريقه اللي بزربه اولا في وقت قصير، وخصو بزاف ديال الوقت باش يقدر ينقص شويه ديال الوزن. ولكن انا متاكد انه فاروق ممكن من شي 90 يوم ولا 100 يوم غادي يوصل لواحد الفورمه اللي واعره، وانا متاكد حيت فاروق الا بغى شي حاجه كيوصل ليها، خصوصا بالدعم ديال المتابعين اللي عنده وبالسيبورت ديالهم، حيت اغلبيه ندموا على ديك الهضره اللي كانوا كيقولوا من بعد ما سمعوا انه مريض. هادشي اللي كان في هذا الفيديو، الى عجبك ما تنساش لايك كومنت وشنو بان لك في البلان ديال فاروق. هذا ما كان بيس تهلاو.